السلام عليكم، كنتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ديال اليوم جيت نشارك معكم المعلكة اللي كلشي كيبغيها. المعلكة انا درتها اليوم بالكاوكاو والكوك، كتجي اكثر من رائعة، كتجي معلكة نيت وكتجي فتية ورطبة كتذوب في الفم. زوينة بزاف وما فيهاش المقادير بزاف. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وبلا ما نطول عليكم ندوزو للطريقة والمقادير وعلى بركة الله. كنحتاجو في هاد الوصفة أن عندي هنا نص كيلو ديال الكاوكاو الرقيق اللي حمرته في الفران. ما كنحمروهش 100%، يعني تقريبا 80%، كيبقى شوية ما نحمروهش بزاف. اللي كناخدو كنطحنو بقشورو، ما كنيلوش، كنخليه شوية بحال مسمد. صافي كنوضعوه هنايا في القصعة، كنديرو واحد الحفيرة الوسط، كنديرو كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيدة طبيعة الحال، العبار ديال العنبة. من بعد هنايا غادي نزيد عليها 2 المعالق ديال الكاكاو. كاكاو من النوعية الجيدة، ضروري تكون نوعية جيدة باش تعطينا واحد البنة اللي هي زوينة بزاف. ما ناخدوش داك اللي كيكون كحل بزاف، هذيك راه غير فورص ودايرين فيه الملون. خذوا اللي كتكون فيه كيكون مارو، شويه مارو ولكن فيه واحد الريحه ديال النسبه ديال الكاكاو اللي هي زوينه. غنزيد على هنايا خماره ونصف ديال الخميره، ما كنديروش 2 خمارات كاملين، غندير غير خماره ونصف. صافي ضروري ما نغربلوهم. ومن بعد غادي نزيد عليها هنايا 2 المعالق ديال الكونفيتير بطبيعة الحال، الكونفيتير ديال المشماش اللي كيكون جاري. وغادي نبداو نزيدو البيض عندي هنايا 4 البيضات بحرارة المطبخ باش كتعجبني هاد الحلوى هادي. يعني ساهلة دغيا كتوجد، ما فيهاش قوة المراحل، دغيا كتخلطي كلشي في دقة. أنا غنوريكم الكوك اللي غنستعمل. المهم ضروري الكوك يكون من النوعية الجيدة، كيكون دهني ما كيكونش ناشف، باش الحلوى ديالنا ما تجيش ناشفة. ضروري ما نزيدو واحد القبيصة ديال الملح، ما نساوش القبيصة الملح في الحليوات ديالنا، غير شوية باش تعدل لينا الذوق. صافي هنا كنبدا نجمع هاد الخليط هذا كامل كيف ما كتشوفوا. اللي بغى يستغنى على الكاكاو ماشي مشكل، انا كتعجبني مره كنوع هكايا بلا كاكاو ومره كنديرها هكايا بالكاكاو باش كتجي فيها داك اللوين زوين من داخل. صافي هنايا بعد ما خلطت العناصر مزيان كنبدا نزيد الكوك بشويه بشويه. هاد الباكيه انا عندي فيها 500 غرام، ولكن احتاجيت هنا في هاد الخليط هذا غير 200 غرام. 200 غرام اللي خدات ليا هاد الحلوى هذه ديال الكوك. غنبقى نزيد غير بشويه بشويه، ما تخليوهاش تكون قاصحه، راه حيت دغيا كتشرب. راه هاد الخليط هذا راه كيبقى خفيف كيف ما غادي تشوفوا معايا باش تجيكم في هذيك التعليكه اللي هي زوينه بزاف. حاولوا ما تقصحوهاش. انا المهم قلت لكم راه خدات 200 غرام. صافي كنبقى نزيد بشويه بشويه وكنجمع في نفس الوقت وعيني ميزاني حتى نحصل على القوام اللي انا بغيت. هنا بانت لي مازال خاصها شويه، كنزيد واحد شويه. صافي وكنبدا نجمع الخليط اللي عندي. صافي كيف ما شفتوا العجينه ديالنا او الخليط ديالنا راه كيبقى خفيف، كيبقى على هذا الشكل هذا. غنخليها ترتاح تقريبا واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق، وعاد نبداو نشكلوها كويرات. عندي هنا هاد الزليفه فيها شويه ديال المزهر، وعندي سكر كلاصي بطبيعه الحال من النوعيه الجيده سبيسيال، كيكون مغربل. كندهن يدي هكايا بمزهر وكنشكل منها كويرات وكنغطسهم في سكر كلاصي. ضروري ما دهنوا بديك بالمزهر باش هي حتى هو كيعطيها واحد النسمه اللي كتزيدها واحد اللذه. بالنسبه للكويرات كل سيده وكيفاش كتبغيهم، كاين اللي كيبغي غريبه تكون كبيره بزاف، كاين اللي بغا متوسطه، كاين اللي بغا. المهم حسب الحجم اللي بغيتي انت يا اختي. صافي هنايا بعد ما درنا هاد الكويرات ديالنا آه كنفندهم مزيان في سكر كلاصي. ضروري ما كنديروا هذيك العمليه باش يتغبروا لنا كلهم بالسكر كلاصي. هانتوما غادي نزيد نشارك معكم وحيدات. راه ساهله هاد الحلوى دغيا كتوجد، وضروري الفران يكون سخون وطيب على عافيه مهيله. ندخلوها كيف العاده طيب من الوجه ديالها حتى كتبان لينا بدات كتشقق. صافي عاد كنهزوها الفوق تكمل الطياب ديالها وما نخليوهاش بزاف في الفران تتشرب. راه دغيا كتوجد، يعني راه 8 10 دقائق ها هي واجده هاد الحلوى هادي. هانتوما كيف ما كتشوفوا ضروري ما كنفندوها مزيان في السكر، ضروري خصها تاخذ واحد الكميه معقوله ديال السكر.
صافي كنشكل كويرات وكنحط في الصفيحة بطبيعة الحال اللي مفرشة بورق الزبدة. بعد ما كمّلت الخليط اللي عندي كامل، أنا هنايا كنوضع فيها حبّة من الكاوكاو. بغيتو توضعوا لوزة ماشي مشكل، بغيتو تخلّيوها غير هكاك راه حتى هي كتجي زوينة. المهم التزيين كيبقى على حسب كل سيدة وعلى حسب اللي موجود عندها في الدار. كيف ما شفتوا بعد ما غنكمّل الغريبات اللي عندي كاملين، صافي غندخّلها للفران. ضروري العافية تكون مهيلة، كنأكد على العافية تكون مهيلة والفران يكون سخون، وما نتحركوش من حداها البنات حتى طيب لنا الحلوى ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا كيف ما كتشوفوا. هنا وريتكم. خدات ليا 200 غرام كيف ما شفتوا، بقات عندي هنايا 300 غرام ديال الكوك. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا بعد ما طابت، راها كتجي زوينه بزاف وكتجي معلكه. واحد الرطوبيه اللي فيها هي زوينه بزاف. كنتمنى من الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنسونيش بشي تعليق زوين وبشي لايك وبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء والاحباب. وكنقول لكم مبروك عواشركم ومبروك عيدكم، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله مع الحباب وبالصحه والسلامه وطولة العمر. بسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه، الى فيديو قادم بحول الله.